كاس العالم 2022 فيه شويه استخدام للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل مكثف جدا، وده يتمثل في تكنولوجيا جديده اسمها سيمي اوتوميتد اوف سايد تكنولوجي، وده اللي خلانا نشوف بتاع 500 اوف سايد محدش شافهم غير النظام ده. الموضوع بيبدا عند الكوره الرسميه اللي بيلعبوا بيها في كاس العالم، اللي بالمناسبه بتتصنع في مصر، اللي محطوط جواها سنسور في نص الكوره، والسنسور ده بيبعت بيانات 500 مره في الثانيه، بيقول الكوره دي اتخبطت من انهي حته بالظبط، وده بالاضافه ل 12 كاميرا تتبع متثبته في السقف بتاع الملعب. والكاميرات دي بتتابع حاجتين اساسيين جدا، اول حاجه مكان الكوره نفسها فين، وتاني حاجه والاهم ان هي بتقرا 29 نقطه على جسم كل لاعب في الملعب، وبتقدر تقرا الاماكن دي كلها 50 مره كل ثانيه. والكلام ده بينتج عنه انيميشن كده بالجرافيكس معمول عن طريق الذكاء الاصطناعي عشان يرسم لك المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. والكلام ده المفروض ان هو يقفش لك الاوفسايد يعني بطريقه ادق واسرع بكتير من الفار اللي اتقدم في المونديال اللي فات في 2018. لو عايز تتابع كل جديد في عالم التكنولوجيا والاختراعات والكلام ده، دوس على اللينك اللي في البايو.